هالكيكة عن جد استثنائية، طبقة من البيكان المكرمل مع طبقة من الكيكة الإسفنجية، والنتيجة أبدا مو عادية. لطبقة البيكان رح أنزل الزبدة وعليهم السكر البني والعسل أو الميبل سيرب، وأنزل عليهم البيكان بعد ما أفرمه تفريم خشن، ملعقة صغيرة قرفة ورشة ملح، وعلى النار بس لحتى تذوب الزبدة ويذوب كمان السكر فيها، وأنزلها بالقالب اللي بطنته بورق الزبدة. للكيك رح أخفق البيض والفانيلا والسكر لحتى يصير القوام تقيل لونه أبيض. بنزل عليهم بالتدريج بالزيت النباتي والزبادي والحليب، وبندخل عليهم الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا. هالمقادير فيكم تعتمدوها لكل وصفات الكيك لأنها عن جد رهيبة. مباشرة بنزل خليط الكيك على طبقة البيكان وبالفرن المحمى مسبقا على حرارة 180 لتستوي الكيكة تماما. بدخل عود خشبي وبطلعه وبتأكد انه طلع نظيف. بتركها ترتاح بس شوي لتطلع من الفرن، وبعدين مباشرة بقلبها، وأذكى شيء تقدموها دافية وما بدها إلا فنجان قهوة معها.